ازيكم عاملين ايه الاخبار؟ النهارده هنعمل مع بعض المكرونه بالجمبري او الباستا بالجمبري. خطيره يا جماعه، اكله سهله وسريعه وبجد طعمها يجنن، وبنشتريها بره باسعار وبارقام خزعبليه فعلا. لا النهارده هنعملها بطريقه حلوه قوي قوي، وكمان بابسط مكونات عندنا في البيت. اول حاجه هنسلق المكرونه، حله فيها ميه زيت ملح، ونبدا ان احنا نسلق المكرونه اللي انا استخدمتها النهارده مكرونه فيونكه. اي نوع بقى مكرونه او باستا انتوا عايزين تستخدموها براحتكم خالص، وده النوع اللي انا استخدمته. وهبدأ ان انا اسلق المكرونة سلق كامل، مش نص سوا ولا 70% سوا، لا سلق كامل. وهبدأ ان انا اقشر الجمبري وانضفه زي ما انتم شايفين بالشكل ده. وطاسة او حلة فيها معلقتين من الزبدة، هننزل بالجمبري ونشوحه كويس قوي، وتقليبتين كده على الجنب اليمين والشمال. وهنبدأ ان احنا ننزل بمعلقة صغيرة من هريسة شطة. لو بتحبوا الاكل سبايسي ضيفوها، مش بتحبوه خلاص مفيش مشكلة. هشوح الجمبري مع هريسة الشطة، وابدأ ان انا انزل بشوية من الفلفل الالوان، اصفر بقى على اخضر على احمر، براحتك خالص على حسب ما انت حابة. شوحتي بقى الفلفل مع هريسة الشطة مع كمان الجمبري بالشكل الحلو ده. قلبي بقى تقلبتين 3 كده، وبعد كده شيليهم على جنب في طبق كده، وفي نفس الطاسة هنحط معلقة من الزبدة، وننزل بيه كمان فصين من الثوم المهروسين، وهنشوح الثوم مع الزبدة بالشكل الحلو ده. والريحة بقى تطلع، عايزة اقول لكم الريحة كانت تجنن فعلا. وهنبدأ ننزل بكوباية من الكريمة اللباني. لو مش عندك كريمة لباني فانت هتضيفي كوباية من الحليب متدوبة في معلقتين من النشا، ومعاهم بقى ايه مكعب جبنة نستون او مكعب جبنة كيري براحتك خالص. انا هنا ضفت كوباية من الكريمة اللباني، وكمان معاهم معلقة كده من القشطة تخلي الطعم دسم اكتر يعني مش اكتر. وهشوحهم مع بعض، وبعد كده هنزل بالمكرونة اللي احنا سلقناها سلق كامل، وهنشوحهم مع بعض. الدنيا كده هتلاقيها مبكبكه كده وحلوه معاكم. هنبدا ننزل بالجمبري اللي احنا راكنينه على جنب مع فلفل الوان، وهننزل بيهم على المكرونه او على الباستا، وهنقلب كويس قوي تقليبتين. وفي الاخر هنضيف عود بس صغير كده من الشبت لزوم الجرنشة، ولزوم برضك الطعم والشكل الحلو. وبس خلاص كده تقلبتين على النار، وهتلاقوا وهتدوقوا وهتلاقوا كده احلى طبق باستا بالجمبري. خطيرة يا جماعة، مش قادرة اوصف لكم هي حلوة قد ايه. جربوها وان شاء الله انا متأكدة ان هي تعجبكم. اشوفكم ان شاء الله على خير في رعاية الله. مع الف سلامة.